طب بالنسبه بقى لانتر ميامي والشكل اللي هم هيلعبوا بيه في الماتش ونقط ضعفهم ونقط قوتهم، مبدئيا كده هم عندهم مشكله في حراسه المرمى، والحارس لما بتتشات عليه كور ارضيه بتيجي جول. معنى كده ان الاهلي لازم يهتم بالتسديد من بره ال 18، وخصوصا الدور ده اللي هيقوم بيه امام عاشور. بالنسبه بقى للباكين بتوعهم فالباكين على الله خالص، طبعا جوردي ألبا ما بيلعبش عشان كده بقول لك على الله خالص، وخصوصا الباك اليمين ودي مهمتك بقى يا تريزيجيه. قلوب الدفاع بسم الله ما شاء الله تمركزاتهم في الضياع، وده اللي المفروض يستغله اسامه ابو علي. طبعا اللاعب رقم 6 واللي بيطلع لهم بالكره هنا هو بوسكيتس، فما اقدرش اتكلم عنه. عندهم بقى واد موهبه هنا اسمه كريماشي، الواد ده حرفيا توتنهام عايزه. الواد ده هو اللي بيفتح هنا، بيفتح لميسي عشان ميسي يخش في العمق، ويقدروا ان هم يستغلوا ان ميسي يبقى لاعب حر ويعمل فينا بقى اللي هو عايزه. الجناح الشمال بتاعهم ده كان بيلعب في سيلتا فيجو، يعني هو مش احسن حاجه الصراحه. مهاجمهم طبعا سواريز، ويظل سواريز ما اقدرش اتكلم عنه. مصدر خطوره الفريق ده كله طبعا من غير ما اتكلم، انت كده كده عارف، هو ميسي. بعد كل اللي اتكلمنا عليه ده، هل الاهلي فعلا هيعمل حاجه في كاس العالم للانديه؟ مستني بقى رايكم في الكومنتات، بس اهم حاجه اوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.